طبعا كلكم بتسألوا انا شكلي عامل كده ليه. انا لسه من شويه جايلي برد ابن لا والله جالي برد ابن فظيع يعني من شويه. ابويا راح يصحيني من النوم، يقول لي انزل هات لي برشام عشان عمال يكح وكده. انزل هات لي برشام من الصيدليه. نزلت، عقبال اساسا ما رحت الصيدليه في الجو ده الساعه 2 بالليل اصلا كنت جالي برد ورشح وجات لي حاجات كتير قوي. وجبت لي اللي هي مكونات البرد دي، عارفينها، اللي باتنين ونص دي لكل واحد. جو فظيع. المهم بقى، القصة بتاعت النهاردة هتعجبكم. قصة بتتكلم عن حرامية أذكياء أوي، حرامية ذكية، وعن راجل طيب، طيب خالص. المهم، كان في راجل كان عنده عربية حلوة يعني، كان راكنها تحت بيته وكده. المهم جه فجأة لقى العربية بتاعته اتسرقت. العربية بتاعته اتسرقت. فقعد بقى زعلان ويصوت وعربيتي اتسرقت وقعد المهم الراجل ده بعد فترة اتفاجئ، لقى العربية رجعت تاني مكانها تحت البيت. فالراجل استغرب ازاي كده. قعد بقى ده عربيتي، مش معقول. وقعد بقى يبص وبتاع. المهم بيفتح العربية، لقى فيها جواب مكتوب: انا اسف قوي، مراتي كانت حامل وكانت بتولد واحنا كنا في الشارع، وكان معايا اتنين قرايب وكده، وما لقيتش حاجه اعملها غير ان انا اكسر ازاز العربيه واخد العربيه بتاعتك واروح، وانا اسف قوي وجبتها لك. ومكتوب تاني برضو في الجواب، كان سايب له بقى وقال له: وادي تذكرتين للسينما، انا عازمك على فيلم في السينما عشان اصالحك وكده. فالراجل قال لك قال لك والله انا ظلمت الراجل، يعني ده طلع راجل طيب ومش عارف وعازمني كمان على السينما، يعني ده مفيش كده. المهم الراجل خد التذكرتين بتوع السينما وطلع بقى البيت لمراته وبيقول لها: بصي، مش العربيه بتاعتي رجعت ومعاها تذكرتين سينما كمان، ده كان راجل مراته بتولد يا عيني واضطر يعمل كده، كانت خلاص هتولد في الشارع ومش عارف فمراته قالت له يعني سبحان الله، يعني والله كويس. المهم الراجل بعد يوم بقى خد مراته وراح بالتذكرتين بتوع السينما دول عشان يحضر الفيلم. المهم راح يبص بقى على على الراجل اللي سرق العربيه اللي هو كان عازمه على الفيلم، ما لقاهوش. فقال لك انا معايا تذكرتين اخش احضر الفيلم، جايز يجي في نص الفيلم، يجي في اخر، المهم جايز يجي يعني. فدخل الفيلم والراجل ما جاش، والفيلم خلص والراجل برضه ما جاش. المهم بقى الراجل رجع البيت، بيفتح باب الشقه، دخل البيت، دخل الشقه، لقى الشقه ابيض خالص، ما فيهاش اي حاجه، ولا نيش ولا تلفزيون ولا تلاجة ولا غسالة ولا أي حاجة. الحرامية خدوا كل حاجة، ما سابلوش غير المروحة السقف اللي عنده، الظاهر ما لحقوش يفكوها ولا ما عرفوا. وسايبينله بقى جواب: أتمنى يكون الفيلم عجبك. الراجل بقى قعد بقى صوت، جاله القلب باين وبتاع.